بدون بيض ولا زبدة ولا مقادير معقدة، وجدت هذه الفطائر المحشية المقرمشة بعجينة اقتصادية وسهلة التحضير وتجي بنينة بزاف. ما تنسوش ديروا لي جيم، تعيشوا لا فيديو واشتراك في القناة. ونبداو بالعجينة اللي نحتاجو فيها: كاس ونص فرينة، مع مغرف صغيرة خميرة الخبز، مع مغرف صغيرة سكر، مع نص مغرف صغيرة ملح. نزيدو تاني زوج مغارف زيت نباتي، انا هنا نسيت ما ضفتوش في البداية، ضفتو فيما بعد، بصح انتم ضيفوه في هذه المرحلة وبسسوها شوية. من بعد ضيفوا الماء عادي من العين، لانه هذه العجينة ما نحتاجوهاش تخمر بزاف، راح تجي خفيفة. اذا نلموا العجينة تاعنا كما راكم تشوفوا، ابقى وتزيدوا في الماء حتى تتلم معكم بكل سهولة. من بعد ندلكوها شويه تجيكم طريه في البدايه، بصح تجي في نفس الوقت حاكمه روحها وما تتلصقش في اليد. اذا هذه العجينه تاعنا واجده، انا حطيتها في بورتمونجي، غطيتها ونخلوها ترتاح مده 10 دقائق. بالنسبه للحشو دائما نقول لكم بلي هو اختياري، ديروا واش كان متوفر عندكم في البيت. انا درت بصل وثوم وطماطم، رحيتهم وقليتهم مليح، من بعد درت الملح والفلفل الكحل، وربيت شويه كاشير ومغرف صغيره طماطم مصبره. ديروا واش تحبوا كيما قلت لكم، انا درت واش كان متوفر عندي في البيت. من بعد نجيبوا العجينه تاعنا اللي كانت ارتاحت شويه وطلقت روحها، نفتحها رقيقه بعد ما رشيت الفرينه على بلون دي طرافاي كيما راكم تشوفوا، ونطبعها دوائر باي امبورت بياس عندكم في البيت. من بعد نحكم العجينه تاعنا، نعاود نرقق فيها بالحلال، ديروها رقيقه بزاف هكا باش يجيكم خفاف وشابين. بعد نديرو كميه تاع الفرماج، اي فرماج يكون متوفر عندكم استعملوه. ودرت شويه من الحشو اللي كنت وجدته قبيل ونقفلها على شكل مثلث، نبدا بالاطراف من فوق ومن بعد نلم اطراف العجينه من تحت للوسط كيما راكم تشوفوا. التشكيل ساهل ماهل، واقفلوها مليح باش ما يخرجش لكم الحشو. بيان سور ما كملناش كنا كامل الكميه كيما قلت لكم، نجيبوا حليب او كميه تاع الحليب اللي يكون بارد ولا عادي، مع لا شابير بلا ما نديروا البيضه. هنا راح نديروا الحليب مكان البيض، يجي اخف بزاف واسهل من البيض، ونقلوهم يجيو يتقرمشوا ومحمرين، نديروهم في الحليب وما راح يصرى لهم والو كيما راكم تشوفوا. من بعد نرمدهم في لا شابير ونقليهم في زيت ما يكونش سخون بزاف ما يكونش بارد بزاف، ونحطهم على الجهه اللي قفلنا منها في البدايه. هذه الخطوه مهمه جدا، لازم تنتبهوا، لانه اذا حطيتوهم في الجهه الاخرى راح يتفتحوا وتخرج لكم العجينه او الحشو. ومن بعد نقلبوهم للجهه الثانيه يتحمروا مليح. بعد ما طابوا نحيوهم. شفتوا كيفاش طريقه والعجينه سهله مهله، والوصفه كومبلي يعني تجيكم سهله مهله، لازم تجربوها. تقدروا تعوضوا بهم البوراك في رمضان. ونخليكم تسمعوا للقرمشه، يجوا بزاف لذات وخفاف، ونتمنى منكم تجربوها وتنال اعجابكم، وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتجاربكم، ومشاهده ممتعه.